المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير وكل عام وأنتم بخير. إلى حضراتكم نشرة أخبار المساء وأستهلها بالعناوين. دعوة للمزارعين للسيطرة على الأمراض الحيوانية. تنظيم دورات تدريبية للشباب في إقليم عنسبة. نفير نظافة للشباب العامل في الإقليم الأوسط. أمريكا تفرض رسوما على منتجات فرنسية وألمانية. العالم يستقبل العام الجديد في ظل قيود صحية وإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا. ولندن ومدريد تتوصلان لاتفاق مبدئي بخصوص حدود جبل طارق. السلام عليكم ورحمة الله. تقوم وزارة الزراعة بجهود حثيثة للسيطرة على الأمراض الحيوانية عامة والأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان، خاصة من خلال التطعيم الإجباري والمجاني سنويا. وأوضح مكتب العلاقات العامة لوزارة الزراعة تطعيم أكثر من 1,000,000 رأس من المواشي في إطار البرنامج الموضوع لتطعيم أكثر من 1,500,000 رأس من الماشية في الفترة القريبة القادمة. وناشدت الوزارة المزارعين لتوخي الحذر من وجود الأمراض المنتقلة من الحيوان إلى الإنسان، وخاصة أمراض الإجهاض في بعض مناطق البلاد. وقال الخبير البيطري في وزارة الزراعة سيد قلاب إمنت إن مرض الإجهاض المعدي بالبكتيريا يظهر في الأبقار والماعز والأغنام والإبل، وينتقل إلى الإنسان بتناول الألبان غير المبسترة واللحوم غير الناضجة، ويتسبب بأضرار صحية كبيرة ما لم يتم علاجه بسرعة، مذكرا المزارعين بأن تطعيم مواشيهم بانتظام يجنبها الأمراض. وتعمل وزارة الزراعة حاليا بفحوصات في مناطق انتشار هذا المرض للتعرف على مستوى انتشاره والسيطرة عليه، منوهة بأن الحل الأمثل هو التطعيم والتوعية لمنع انتقاله إلى الإنسان. أوضح الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة مواصلة الدورات التدريبية المهنية المقدمة للشباب. وذكر مسؤول الفرع سيد الزازي برخت تنظيم 206 دورات تدريبية شارك فيها 5,658 شابا، بينهم 3,378 شابة في السنوات الخمس الماضية، منوها بأن التدريب يشمل النجارة والحدادة ومد خطوط الكهرباء وصيانة المحركات وتربية النحل وصيانة الإلكترونيات والكمبيوتر وتصفيف الشعر والطهي. أن الاتحاد الوطني قدم قروض ب400 ألف نخفة ل20 شابا في مديريات عتكليزان وعلى برعد وكرن وقلب للاختبار لتمهيد الأرضية لهم لمزاولة العمل، وقد تم حتى الآن إعادة 31% من هذه القروض. وأشار إلى العمل الجاري لتقوية مراكز تدريب الشباب في مديريات كرن وعلى برعد وعتكليزان وهبرو وأصمات وحمل مالو، وإدخال مولدات للطاقة الشمسية في مركز كرن لتقديم خدمات أفضل. وعلم بأن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة يسهم بتنظيم ونشر أعضائه لمكافحة وباء كورونا. أعلن مكتب وزارة الصحة في مديرية قالا نفحي إصحاح بيئة قرية عد باخوخاي وحصولها على شهادة بذلك يوم 31 من ديسمبر المنصرم. وأشاد مدير الضاحية السيد فتصوم رأيا بالمشاركة الجيدة للسكان في أنشطة إصلاح البيئة إدراكا لأهميتها على الصحة العامة. وأوضح مسؤول إصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط السيد نصر أبد بساي إصحاح بيئة 91 قرية في مديريات بريخ وسرجقة وقال نفحي في الأعمال التي نفذت في السنوات 12 الماضية، ويجري العمل لإصحاح بيئة القريتين المتبقيتين. ودعا مدير مديرية قال نفحي السيد محاري يهنس السكان والجهات المختصة للقيام بالمتابعة اللازمة للحلول دون حدوث انتكاسة. أعرب سكان عد باخوخاي عن ارتياحهم لإنجازهم برنامج إصلاح البيئة.
جرت عملية تطعيم حوالي 110 آلاف رأس من المواشي في مديريتي ماي منه وماي عيني في الإقليم الجنوبي، وجرى تطعيم 40,900 رأس من الأبقار و65,800 من الماعز والأغنام و2,872 من الكلاب في ماي منه في 13 نقطة وفي 14 نقطة في ماي عيني. وأشاد أصحاب المواشي بدعم وزارة الزراعة لتنمية مواشيهم ورفع إنتاجها عامة وبرنامج التطعيم على وجه الخصوص. نظمت نقابة الشباب العمال في الإقليم الأوسط حملة نظافة في مستشفى أوروتا المرجعي. وقال المدير الطبي لمستشفى أوروتا المرجعي الدكتور هبتاب محاري إن برنامج النظافة يأتي في إطار مكافحة فيروس كورونا وضمان سلامة المرضى والمراجعين والراقدين. وأوضح المشاركون في برنامج النظافة بأن العمل الذي قاموا به لا يضاهي مهام الكادر الصحي، منادين لمواصلة تنظيم مثل هذا العمل كجزء من إجراءات مكافحة كورونا. وكان شباب العمال في الإقليم الأوسط قد نظموا برنامج مماثل في 3 أسواق في أسمرة. بعد الفاصل سيداتي سادتي أعود بالأخبار الخارجية. قالت الحكومة الأمريكية إنها سترفع رسوما على منتجات معينة للاتحاد الأوروبي تشمل مكونات الطائرات والنبيذ من فرنسا وألمانيا، في أحدث منعطف بنزاع مستمر منذ 16 عاما بشأن دعم الطائرات بين واشنطن وبروكسل. وفي بيان قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه يضيف رسوما على مكونات تصنيع الطائرات وأنواع معينة من النبيذ غير الفوار وكذلك الكونياك وأنواع أخرى من البراندي من فرنسا وألمانيا. ولم يذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي موعد سريان الرسوم، لكنه أشار إلى تفاصيل إضافية وشيكة. يأتي التحرك الأمريكي في الوقت الذي يواصل فيه مفاوضون من الولايات المتحدة وأوروبا محادثات بشأن إنهاء نزاع مستمر منذ أمد طويل بشأن مساعدة حكومية لإيرباص الأوروبية التي تلقى دعما سياسيا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، والدعم الأمريكي لشركة بوينغ لصناعة الطائرات. استقبل الملايين حول العالم العام الجديد 2021 في أجواء طغت عليها قيود وإجراءات صحية صارمة، من منع التجول وإغلاق المطاعم والمقاهي والحانات فرضتها بعض البلدان للحد من استمرار تفشي فيروس كورونا. وفي محلة الساعات الأولى من 2021 في دولتي كريباتي وساموا في المحيط الهادئ، ستكون جزيرتا هاواندا ويكرا غير المأهولتين آخر المناطق التي تستقبل العام الجديد. وأرخت هذه الإجراءات الصارمة بثقلها على الاحتفالات بعد عام صعب سجلت فيه وفاة 1.7 مليون شخص على الأقل بوباء كوفيد-19. وفي سيدني أكبر المدن الأسترالية أنارت العروض الضوئية المرفأ بعرض مبهر، لكن قلة من الأشخاص تابعت الحدث حضوريا. وفي دبي تابع آلاف المقيمين عرضا للأسهم النارية بالليزر عند برج خليفة أطول الأبراج في العالم. وفي مدينة نيويورك حيث تغص تايم سكوير عادة بأشخاص مبتهجين لحلول العام الجديد، تم تطويق حي مانهاتن وتشجيع المحتفلين على متابعة العد التنازلي المتلفز من المنازل. توصلت لندن ومدريد إلى اتفاق مبدئي بشأن جبل طارق يتيح الحفاظ على حرية التنقل عند الحدود بين إسبانيا وهذا الجيب البريطاني الواقع جنوبها، كما أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا. وأوضحت الوزيرة أن اتفاقيات شنغن التي تضمن حرية تنقل الأشخاص بين 26 دولة أوروبية بدون التدقيق بجوازات السفر ستطبق من الآن وصاعدا على جبل طارق. والاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل ساعات فقط من دخول بريكزيت حيز التنفيذ يؤدي إلى تجنب تحول الحدود بين جبل طارق وإسبانيا إلى الحدود الوحيدة المادية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
ومنذ التوصل إلى اتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي حول مرحلة ما بعد بريكزيت، تسابق إسبانيا وبريطانيا الزمن من أجل تجنب عودة جبل طارق ليشكل حدوداً تفرض فيها رقابة على جوازات السفر وضوابط جمركية على البضائع على الحدود مع هذا الجيب. وهناك نحو 15 ألف شخص غالبيتهم من الإسبان يقيمون في إسبانيا ويعبرون يوميا الحدود للتوجه إلى جبل طارق للعمل. بعد أن كانت خامدة لعقود، ثار 2 من البراكين في منطقة البحر الكاريبي، مما دفع المسؤولين إلى إصدار تنبيهات إلى السكان. وانفجر بركان في جزيرة مارتينيك وآخر في جزيرة سانت فينسنت، اللتين تقعان في أرخبيل أنتيل ويندوورد، التي يبلغ إجمالي سكانه نحو 100 ألف شخص. وكان أحدث تحذير صدر في جزيرة سانت فينسنت بعدما تصاعد انبعاثات غازية من فوهة البركان، وشكلت فيما بعد قبة بركانية جديدة. وذكرت وكالة إدارة الطوارئ والكوارث في منطقة البحر الكاريبي أن العلماء لاحظوا ثورانا سريعا من داخل فوهة البركان أفضى إلى ظهور غازات وأبخرة. سيداتي سادتي، انتهت نشرة أخبار هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.